دقيقة بالله عليك، اليوم ما دعيت دعوة جميلة لأخواننا وأهلنا في فلسطين؟ طب إيش تنتظر؟ أتمنى من الجميع قبل أن نبدأ هذا المقطع وقبل لا تبدأ يومك تدعي دعوة جميلة لأخواننا وأهلنا في فلسطين. على العموم، مقطعنا اليوم راح نتكلم عن أكبر تعويض صار في تاريخ بولندا، اعتبروها سلسلة جديدة. راح نتكلم عن تعويضات كبيرة وضخمة تم تعويضها لناس انظلموا. اليوم عندنا قصة، وهذه قصة حقيقية. ما ودي أحرق القصة، ولكن محبين قصص السجون والإثارة والأكشن فهذا المقطع لكم. صدقني راح تنصدم من هذه القصة الجميلة. واكتبوا لي تحت في الكومنت عن القصص الأخرى اللي تبغوا تسمعوها. وقبل لا أبدأ هذا المقطع في إعلان بسيط جدا. 10 من 10 وبرافو جدا. كفو أخذنا البروف. تعالوا يا جماعة نجرب نغني على سبيل المثال وناخذ رأي الأشخاص اللي موجودين في التطبيق. فكرة جميلة. نبدأ بأول مكالمة وبعدها نبدأ بثاني مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال أخوي؟ الحمد لله تمام. شو اسمك؟ خالد. الله عاشت الأسامي يا خالد. ايوه. أبغى أسمعك أغنية أنا سويتها، أعطيني تقييمك من 1 ل10. طيب؟ طيب. يلا بسم الله. جاهز؟ جاهز. بينج بونج مخترق البيت زيجزاج ريدو كم لك تيك تاك I feel like two back slam dang grade scam gang I'm cool my brother of course I'm better حماسي قاتل وصل السما عادي تشوفني فجأة في الفضاء حبيبي اهدى جو عندنا. كيف بس؟ لا اقول لك الصراحة لا بصراحة 2 من 10 بصراحة. 2 من 10 ليش؟ حرام عليك يا اخي، كنت حاطيك الايفون الجديد لو كنت مدحتني. والله حرام. 15 اعطيك ايفون 15. الأغنية تحفة. 100 من 10. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابغاكم تعطوني رايكم على السريع عن الاغنيه اللي انا سويتها بامانه. لا سمعنا صوتك الجميل كده. يلا يا جماعه نقول بسم الله. طيب يلا جاهزه؟ 1 2 3. بينج بونج مخترق البيت زيجزاج ريدو كم لك تيك تاك I feel like two back slam dang grade gang gang I'm cool my brother of course I'm better حماسي قاتل وصل للسما عادي تشوفني فجأة في الفضاء حبيبي اهدى جو عندنا. طيب الأغنية هذه راح تنزل قريب، بس بأمانة تقييمكم من 10 بأمانة. لا 10 من 10 وبرافو جدا. كفو أخذنا البروف. تطبيق هيلا مي مستخدمينه وصلوا إلى أكثر من 1,000,000 شخص. طبعا مميزات التطبيق، أول ميزة واللي هي أهمها إنه يحمي خصوصيتك، وفي العديد من المميزات المعروفة والمشهورة، ولكن حقول لكم على كم ميزة جميلة، مثل لعبة حقيقة أو جرأة، أو إنك تقدر تشوف أفلام مع أصدقائك، والأحلى من كده إنك تقابل أشخاص جديدة أو مجتمع جديد. حملوا التطبيق الآن على الأب ستور أو جوجل بلاي. السلام عليكم. على العموم يا جماعة أنا متحمس جدا إني أقول لكم عن القصة، فنقول بسم الله ونبدأ على طول على القصة الجميلة. توماس هو شاب بعمر 17 سنة بولندي الجنسية. في سنة 1997 تحديدا في شهر يناير تم الحكم على هذا الشاب ب25 سنة. يا ساتر، ايش مسوي هذا؟ باختصار شديد، قصة توماس صارت في نهاية السنة، يعني راس السنة. الناس كانت احتفالات ورقص وهيصة والهابي نيو يير ومن الكلام هذا. يوم من الأيام في أحد المدن الباردة اللي في بولندا دخل واحد من الأشخاص إلى أحد المدن هذه، وعن طريق الصدفة شاف بنت بعمر 15 سنة ما تتحرك وطايحة في الأرض. الشخص هذا حاول يحركها، حاول يمسكها، ولكن البنت من الواضح جدا إنها متجمدة وميتة. البنت هذا يقال إنها كانت راجعة من أحد الحفلات وكانت مرة سكرانة، والعياذ بالله يا الربع. 15 سنة وجالسة تسكر، وهذه كانت نهايتها الموت. ولكن في آثار على جسمها، ضرب وعض، وكأنه في أحد كان جالس يحاول يقتلها، وبالفعل قتلها. المهم الشخص اللي شافها بهذه الحالة على طول اتصل على الشرطة البولندية جت، وعلى طول بدأوا يحققوا في هذا الموضوع. بدأ التحقيق اللازم وبدأت الدراسة، ولكن للأسف بعد ما حاولوا انهم يحققوا ويدرسوا ويشوفوا من اللي قتل ما حصلوا اي شيء لمدة 3 سنوات وهم يدوروا على القاتل ما حصلوا. المهم في احد الايام الاخبار البولندية تعلن في التلفزيون انه اخيرا
أخيرا تم اعتقال شاب باسم توماس، وهذا الشاب اللي قتل البنت اللي بعمر 15 سنة. يا ساتر، بعد 3 سنوات حصلوا القاتل. طيب اعطونا التفاصيل، كيف؟ هل في أدلة؟ يقول لك نعم لقينا أدلة. الشاب اللي كان بعمر 17 سنة توماس، الشرطة تقول انه حققنا معاه واكتشفنا انه كان في هذاك اليوم كان معاه بنت، ولكن هذه البنت ما احد يعرف مين هي، ولكن رجال الشرطة قالوا انه البنت هذه كانت نفسها اللي ماتت. وتوماس الشرطة قدرت تجيبه بعد ما سألوا بعض الناس عن ملامح توماس. يعني الناس قالت لك والله في الساعة الفلانية لقينا واحد قصير وعينه كده سودة وشعره كان يعني نوعا ما خفيف وناعم. فالشرطة عندهم رسم اسمه الرسم الجنائي، مش متأكد إذا هذا كان اسمه، ولكن هذا اللي قدرت أبحث عنه. قدروا يرسموه ويتخيلوا كيف شكله، وبعدها نشروه في كل مكان. وبالفعل اكتشفوا في النهاية أن توماس هو اللي يشبه الرسمة اللي رسمته رجال الشرطة أو المحققين. المهم بعد ما مسكوا توماس انتقل إلى مكتب التحقيق، ولكن بالضرب والتعذيب. بدأوا يضربوه ويعذبوه وهو لسه بعمر تقريبا يعني حتى ما دخل 20 سنة. توماس وكأنه كان تحت التهديد، ما كان مع رجال الشرطة. رجال الشرطة والمحققين من كثر ما هم يعذبوه، توماس قال إذا أنتوا راح تعذبوني بالطريقة هذه فأنا القاتل، حتى ولو أنا ما كنت القاتل. فتخيلوا معي، بسبب التعذيب والضرب توماس قال أيوة أنا القاتل، بس عشان رجال الشرطة والمحققين يوقفوا التعذيب اللي كانوا يعذبوه لتوماس، من ضرب، من شتم، من منع الأكل، وكأنه هو القاتل. ولكن هو أبدا ما كان القاتل، هو كان فقط جالس يتكلم عشان يخلص من هذه القصة ومن هذا العذاب. بس في النهاية واحد من المحققين كب العشاء، قال حق توماس إذا تبغى تنقذ نفسك قول اللي أنا بقول لك إياه، ولا راح تاخذ حكم ما راح تشوف أبدا العالم فيه. فتوماس قال له تم، أي شيء أنت راح تقول لي إياه أنا راح أمشي معه. المحقق قال له باختصار أبغاك تقول إنه أنت القاتل. وبالفعل يا جماعة توماس عند القاضي اعترف بأشياء هو ما سواها. وفي سنة 2003 وقت الحكم توماس انحكم عليه يا أخوان ب25 سنة، ويقول لك قبلها كان محكوم عليه ب20، بس بعدها لما اعترف أكثر القاضي قال لا نعطيه 25 سنة. توماس كان عنده أمل إنه في النهاية الناس راح تطلعه وحيكتشفوا الحقيقة إنه مو هو القاتل، ولكن الصدمة إن توماس دخل السجن وبلع القضية كلها. للأسف توماس دخل السجن ودخل في حزن واكتئاب، وحالته الصحية كانت متدهورة. تخيل واحد يقول لك أنت خلاص نهايتك 25 سنة في السجن وعلى شيء أنت ما سويته. يا ساتر يا القهر. انصاب بالحزن الشديد، وأكثر عن مرة حاول الانتحار، ولكن كان عنده أمل إنه بكرة راح يجي أحد ويطلعني من السجن ويعرفوا تماما إني أنا مظلوم ما سويت شيء. ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. في سنة 2014 عائلة توماس حاولوا يرجعوا مرة ثانية للمحكمة ويفتحوا الملف أو القضية عشان يراجعوها، لكن للأسف المحكمة رفضت وطلبت من العائلة إنها تيجي بعد سنتين. وبعد سنتين في سنة 2016 المحكمة فتحت وراجعت قضية توماس من A to Z. لازم تعرفون يا جماعة المحاكم كل سنة عن سنة تتطور. في سنة 2016 كان في تكنولوجيا وكان في كاميرات وكان في أشياء جدا كثيرة ودقيقة. على العموم فتحوا ملف توماس اللي انسجن في سنة 2003، وهم جالسين يقرأوا الملف ما حصلوا أي أدلة تكفي للسجن توماس. ومو هنا فقط، بل حتى الشهداء اللي كانوا موجودين وكانوا يكذبوا قصصهم كلها يعني أبدا مو منطقية، والناس اللي يعني خلينا نقول زورت الكلام اللي هم نفسهم الشهداء كلامهم ما كان موزون. ففي سنة 2016 تم اكتشاف إنه اللعبة كلها تزوير، وإنهم كانوا بس يبغوا يسجنوا توماس عشان رجال الشرطة في هذاك الوقت يقال إنه يعني خلاص حلوا القضية. أول حاجة ما لقوا أي بصمات أصلا عن توماس أو أي أدلة تثبت إنه هو القاتل. ففي سنة 2018 وبشكل رسمي الحكومة البولندية قرروا يطيحوا كل القضايا اللي موجودة على توماس. ساعتها يا إخوان توماس كان بعمر 43 سنة، انسجن 18 سنة ظلم. يا لطيف يا أخوان، 18 سنة مسجون هذا الطفل وتعذب وانمنع عن شبابه وعن حياته. Postanawia z urzędu warunkowo zwolnić Tomasza Komendę z odbycia. Proszę sobie. Jeszcze? Tak,
لكن الحمد لله الحكومة البولندية قدرت تمسك أصلا على القاتلين، مو قاتل، اللي هم عرفوا يسووا الفيلم هذا. قدروا يمسكوا القاتلين اللي قتلوا البنت اللي بعمر 15 سنة وحكموا عليهم ب 25 سنة في السجن. أما المحكمة البولندية ما سكتت عن تعويض توماس. المحكمة البولندية قررت أنها تعوض توماس بمبلغ بقيمة 3.4 مليون دولار، وهذا أكبر وأفخم تعويض صار في تاريخ بولندا. وقصة توماس تحولت إلى فيلم حقيقي ودخلوا فيه مخرجين عالميين وحتى ممثلين عشان يشرحوا القصة هذه. المبلغ اللي انعرض على توماس أو التعويض أبدا يا أخوان صدقوني ما راح يكفي ويوفي. صحيح إنه 3.4 مبلغ كبير، لكن يا أخوان السجن عذاب حتى ولو يوم واحد. توماس بعد ما طلع من السجن قال حق نفسه وأخيرا خلص الكابوس، ولكن متى؟ بعمر 43 سنة يا أخوان، يعني لا في شباب ولا في حياة، ولكن حاليا مستمر بحياته. صدق من قال إنه كل من في السجن مو مجرم. في تعويضات كبيرة أيضا لأشخاص انسجنوا أكثر عن توماس، مو 18 بل وصلت إلى 28 و20 و30. فحرفيا هذا أكثر شيء يقهر وأكثر شيء يعصب الإنسان. على العموم يا جماعة أتمنى القصة نالت في إعجابكم واستمتعتوا فيها. كان معاكم أخوكم عبد المنعم أو ريدكس. سلام عليكم.